طيب كويك كده ريفيو على فكرة ايش ريفيو. طبعا ده يعني مجرد بداية، ويعني هتتعودوا على الموضوع اكتر وتحسنوه اكتر في المستقبل. بس خلينا نبدأ ب very simple example على جوجل سكولر. let's say انا عندي فكرة مثلا في ال ايه سايبر سيكيورتي مثلا. اوكي، سايبر سيكيورتي اي اي مثلا، ماشي. ده انا عايز ادور عليه. لما تسيرش على جوجل سكولر which is ويب سايت موجود فور فري وموجود لكل الناس يعني، يطلع لك انترفيس زي ده. زي ما قلنا، الببلشر هتلاقيه موجود هنا اهو: سبرينجر، اي سي ام، اكاديميا، اركايف. طبعا الاركايف ده قلنا اللي هو ايه، بري برنت يعني، ده لسه يعني البيبر دي بري برنت. يعني ايه؟ يعني البيبر دي لسه مش بير ريفيود، او النسخه اللي هي طبعا ده 2016. فده معنى حاجه من اتنين: يعني البيبر اتعمل لها ببلش بس مش لسه، بس هتلاقيها مثلا في ريزلتس موجوده تحت كمان شويه مثلا، او ان هي اتعمل لها سبميت واترفضت بس حطوا بري برنت وخلاص. فده ليه البري برنت على طول فيه مشاكل يعني. يعني ممكن تبص عليه اللي هو من ببلشر او من ناس معروفين، يعني مثلا لو الاوثرز اللي هنا دول مثلا ميتا او جوجل او مثلا شخص مثلا معروف جدا في المجال، فانت كده كده ضامن ان هو يعني ده مجرد بس يعني هو عمل صمت، بس كده كده هتتقبل، بس لسه بس ما جاتش يعني، فاهم؟ فوقتها ممكن تبص عادي. بس اركايف مش بنعترف بيه قوي. سبرينجر قشطه، اي تريبل اي قشطه، اي سي ام قشطه. فانت دلوقتي بصيت على الدنيا هنا لقيت مثلا فيبرز معينه. ممكن برضه تسورت باي ديت، ودي برضه حاجه مهمه. تسرش مع مثلا ان هو يقول لك الاجدد الاول، او من سنه معينه، او كاستم رينج. ممكن تسورت باي ريليفنس او سورت باي ديت، ده برضه اوبشن يعني تعمله عندك. الكلام ده كله موجود. ممكن شوف تدور برضه على ريفيو ارتكلز بالذات، ده برضه اوبشن. في حاجه هنا برضه حلوه في جوجل سكولر وناس كتير ما تعرفهاش يعني. طبعا سريعا برضه هنا ده اسم البيبر، ده الاوثرز بتوعها، ده الاسم الجورنال او الكونفرنس، ده التاريخ بتاعها، ده اسم الببلشر. حلو. ده سنيبت من الابستراكت، ده لو عايز تسيفها، ده لو عايز تعملها سايت، ده شكل السيتيشن بشكل عامل كده. عدد السيتيشنز كام واحده، ريليتد ارتكلز، ولو في فيرجنز منها. حلو. ولو دوست على اللينك ده هيوديك للبيج بتاع البيبر على الببلشر بتاعها. في نقطه هنا في جوجل سكولر ايه هي، ان انت لو دوست على الثلاثه النقط دول وجيت هنا ادفانس سيرش، حاجه هنا الناس مش بتستخدمها كتير، اللي هو ده بيديك قدره اقوى ان انت تحدد السيرش تيرمز بتاعتك. لو انا عندي سايبر سيكيورتي يو اي، انا عايز هم في الطبيعي بيكونوا موجودين في اي حته في الارتكل. يعني ممكن سايبر سيكيورتي يو اي يظهروا في التايتل او ابستراكت او الانترودكشن او وات ايفر حاجه زي كده. فده جنرال شويه، وساعات في مشاكل. ممكن في براسه تكون بتتكلم عن الهيلث، بس مثلا كتبت كلمه سايبر سيكيورتي في الانترودكشن في حته معينه، فانت ظهرت لك هنا، فده مش يوسف بالنسبه لك. فممكن تعمل ايه؟ يعني with all of the words، لو انت عايز مثلا يعني لو حطيت حاجه في الحته دي، فلازم تكون البيبر جواها الكلمتين دول. لو انت عايز with at least one، ممكن احط دول هنا. لو حطيت دول هنا كان معناه ايه؟ يعني ان انا كاني بقول البيبر لازم يكون فيها يا اما سايبر سيكيورتي يا اما اي اي، يا دي يا دي، مش لازم الاثنين. او ممكن تحط اصلا نيجاتيف، اللي هو هنا without the words لازم يكون ما يكونش فيها الاثنين دول اصلا يعني. فدي كلها اوبشنز موجوده. حلو. ولو انت عايز exact phrase، اللي هو مثلا انا عايز حاجه اسمها اي اي مثلا لوج لايف لونج ليرنينج مثلا، ده اسم ترن معين، فانا عايز يجي كده بالظبط. مش عايز تكون مثلا كلمه اي اي وكلمه لايف كلمه ليرنينج ثلاث كلمات منفصلين، لا انا عايز الجمله دي از. حلو، فتحطها هنا. حلو. ده كده بيسرش فين؟ الاربعه دول بيسرشوا فين؟ في الارتكل كلها. ممكن تخليه يسرش في التايتل بس، ودي نقطه كبيره. انت يوجي لو انت البيبر مهمه في الحاجه اللي انت عايزها، هتلاقي الكيوردز اللي انت عايزها موجوده في التايتل، فتدوس على دي. فدلوقتي هو بيسيرش على السايبر سكيورتي واي اي، لازم يكون كل الكلمات موجوده with all of the words in the title، او with at least one of the words in the title كده يعني. هتظبط الدنيا من هنا يعني. فدي حته برضه مهمه. او ممكن تدور وتسرش باي اوثر معين او published معين في نيتش، او تختار الببلشر بتاعك، او في ديت معين. كل الحاجات دي اوبشنز موجوده. وانا خليت ان تايتل، هتلاقي عدد الريزلتس راح من 292000 ل 793. شايف الفرق؟ يعني فرق جبار يعني. لو بس عشان بس قلت ان الكي ووردز تكون في التايتل، اعاده سيرش ريزلتس قل بشكل جبار يعني. حلو. فدي نقطه قويه قوي يعني. اوكي، طب تعالى كده نبص. مثلا دي ام دي بي اي مثلا، ممكن نبص عليها او نبص على سبرينجر. ممكن ناخد الاثنين دول. اوبس. آه بتاعت ام دي بي اي فتحت البتاع على طول. طيب خلينا انا عايز افتح اللينك بتاع. تعال نشوف واحده تانية وخلاص.
نجيبها بس من الويب. ساعات لما تدوس على اللينك بتاعها هينزلك البي دي اف على طول، ده اللي بيحصل لي دلوقتي، هو بينزل لي البي دي اف دايركتلي، فانا عايز ابص على البيج نفسها، فدي البيج نفسها هيطلع حاجه زي كده، ده بيج بتاعت ام دي بي اي مثلا. فممكن تنزل ارتكل بالبي دي اف او تبقى بالشكل اللي انت عايزه، وهنا في الابستراكت والانترودكشن وشويه معلومات، فده شكل البيبر شكلها عامل كده. طبعا ام دي بي اي هو اوبن اكسس او معظمها اوبن اكسس، فانت ممكن اي بيبر عليه تنزلها عادي. بيبرز تانية مش هتلاقيها كده، يعني مثلا البيبر دي اي دريفن سايبر سيكيورتي مش عارف ايه، دي اكسس بروفايدد باي ايجيبشن نولج بانك. واخد بالك انت؟ يعني انا لو مش عامل ساين ان بالايجيبشن نولج بانك مش هيبقى لي اكسس على البيبر دي، هي اكشلي كلوزد اكسس. ايه الايجيبشن نولج بانك ده؟ حاجه اسمها الاي كي بي، دي حاجه معموله في مصر، واكشلي دي حاجه من البنفيتس كبيره قوي ان تكون مصر يعني. الاي كي بي ده بيديك اكسس لكميه بيبرز رهيبه، المفروض البيبر اصلا تكون مقفوله وبفلوس، هو بيديها لك فور فري. فدي نقطه كويسه جدا، وتنزل البي دي اف من هنا. تعال نشوف بس برضو حاجه تكون مش accessible. تعال نشوف حاجه اي تريبل اي ولا حاجه. بي دي اف بي دي اف كل ده. في برضه حاجه اسمها ريسيرش جيت اللي هي زي دي كده. ريسيرش جيت ده برضه حاجه زي اركايف بس يعني انضف شويه يعني، او الناس برضه ساعات بتستخدمه، بس هو بنفس قيمه اركايف، نفس المشكله، اللي هو انت عندك مكان بتحط عليه البيبرز قبل ما تتقبل، فالكلام ده كله يعني. هل دي هتنزل؟ هتنزل. بس مثلا سي اكزامبل في بيبر زي دي مثلا على ساينس دايركت، مش كل حاجه عليه اكسسبل، فانت لو دوست على دي ممكن يقول لك this is not accessible، معناها ان البيبر دي closed access، فانت عشان تفتحها المفروض تدفع فلوس. طبعا هقول لكم من دلوقتي يعني في طرق عشان تباي باس الحاجات دي وتنزل الحاجات دي بطرق يعني illegal يعني. انا ما ريكومندش كده بصراحه، انا شايف فيه جزء من الحرمانيه يعني، بس هو موجود يعني. بس المفروض ان الحاجات دي بتدفع بفلوس، او ممكن تعمل ايه، خد اسم البيبر، خد اللينك ده ابعته للدكتور بتاعك في الجامعه، اي دكتور انت تعرفه يعني، هي غالبا هيعرف يجيب لك اكسس عليها ويديها لك، وكده انت يعني خدتها بالطريقه المظبوطه ومفيش اي مشكله في الموضوع يعني. اوكي. أم... بس فانت ليتس سي بس انا نزلت بقى بيبر معينه، نزلت دي اهي، فتحتها هتلاقي اسم فوق، دي نوعها ريفيو ارتكل زي ما قلنا، ريفيو بيبر زي ما قلنا، ده الاوثرز بتوعها بلا بلا بلا، الابستراكت انترودكشن. انا لو عايز اقرا البيبر دي سريعا هعمل ايه؟ هقرا الابستراكت، غالبا هروح اقرا الانكلوجن، طبعا بيبر طويله شويه، وتحت في الاخر هتلاقي في الريفرنس، ده الكونكلوجن اهو، وفي الريفرنس في الاخر، شوف فيها كام ريفرنس. الريفيو بيبر لازم يكون فيها ريفرنس كتير، عشان الريفيو بيبر ايه، المفروض ان هي بتجمع بيبرز كتيره جدا وتحطها في مكان واحد عشان تعرف تفهم المجال عامل ازاي. فالريفيو بيبر تلاقي فيها ايه، دي فيها 186 ريفرنس، ده كتير. ده كويس يعني. على عكس الارتكل ممكن تلاقي فيها مثلا 20 30 بس، فور اكزامبل يعني. اوكي. فانا بقول لك كده ليه، عشان لو لقيت مثلا ريفيو بيبر ليها مثلا 20 ريفرنس ريفيو بيبر، ده هبل، ده غالبا بتنجان يعني. بتقرا الكونكلوجن بيجي لك، لو قريت الابستراكت كونكلوجن بيجي لك فكره كويسه عن البيبر المفروض بتتكلم عن ايه، وبعد كده بقى تروح معدي كده بعينك كده انتروداكشن يعني، فاهم؟ تبدا بقى تسكيم يعني. انت المفروض لو انت عايز تعمل انيشال ريفيو، انت عايز تقرا مثلا زي ما قلنا، انت عايز تعمل ريفيو عشان تجمع الريفرنس اللي تحت دي، فلو انت عايز تعمل ارتكل انت المفروض تقرا 30 بيبر، لو عايز تعمل ريفيو بيبر لازم المفروض تقرا 100 وشويه بيبر، ماشي. فلو انا قعدت في كل بيبر اقراها كامله 100%، انا هقعد كتير جدا ومش هخلص يعني. ف بتسكيم، بتقرا كده بشكل عينك بس هي كده. 8.9، بص على الارقام، بص على جمل مثلا، البولت بوينتس دي هتلاقيها اكيد مهمه. النقطه دي البولت بوينتس تاني، في شويه ريليتد تيرمز، اقرا العناوين بتاعت الحاجات، داتا سكيورتي معناها ايه، بص على الجراف بيتكلم عن ايه، ممكن تدور على الجراف ده ريفرنس فين في التكست يحكي لك الجراف بيتكلم عن ايه، هكذا بلا بلا. العلامات البراكت دي معناها ريفرنس، انت مثلا لو قريت جمله معينه وبعديها البراكت ده، مع ان الجمله دي مبنيه على او بتسايت البيبر دي اللي هي رقم 21، فلما تدوس عليها هيجي لك بيبر 21 هي دي، ممكن تروح تفتح البيبر دي وتشوف هي بتتكلم عن ايه، وهكذا يعني. فدي طريقه عشان بس تعدي على البيبر سريعا يعني. طبعا في تيبلز وهتلاقي في ريفرنس كتيره والكلام ده كله، وفي اخر مثلا انت لو عايز بقى تسايت البيبر بتعمل ايه، البيبر دي مثلا اللي هي AI driven cyber security blah cite this article. انا بحب اعملها صراحه من جوجل سكولر، عشان هوريها لكم جوجل سكولر عشان تبقى الموضوع بالنسبه لكم، الموضوع بالنسبه لكم يكون ثابت اكروس اي حاجه. بس دلوقتي انا جيت هنا اهو، اهي البيبر اهي، دوس سايت. لو انت بتختار السايتيشنز اللي هي different types، في ام ال اي واي بي اي وشيكاغو، وفي حاجه اسمها اي تريبل اي برضه وحاجات زي كده، فانت بتاخد الفيرجن اللي انت عايزه، بتدوس عليها تعمل لها كوبي وتروح عامل لها بيست البيبر بتاعتك، ده لو انت شغال في وورد. لو شغال في ليتكس
وهنتكلم عليه برضو في فيديو تاني ان شاء الله. تدوس على بيب تكست دي وتكوبي دي وتحطها في الدوت بيب فايل بتاعك. اوكي، وبس كده انت عملت سايتيشن، مفيش اي مشكله. فده بس كده لفه سريعه. زي ما قلنا هتفتح البتاع، تظبط السيرش اوبشنز بتاعتك، تختار البيبرز اللي هي في الببلشرز اللي قلنا عليهم الكويسين، تفتح البيبر تسكمها، تاخد المعلومات اللي فيها المهمه تكتبها عندك في الجزء بتاعك وتحط السيتيشن بتاعها، وبعد كده في الاخر خالص بقى بتاخد كل المعلومات اللي انت جمعتها دي، سواء بقى جمعتها في دوكيمنت او في ليتكس، وتقعد بقى ترتبها بحيث ان هي تبقى كلها متناسقه يعني. هو ده فكره الريفيو بيبر او فكره الليتشر ريفيو عامه يعني، سواء انت تعمل ارتكل او ريفيو بيبر محتاج تعمل الستيب دي في الحالتين. فده كده كويك ريفيو على الدنيا دي يعني، واتمنى تكونوا استفدتوا يعني. دي شويه تيبس اند تريكس كده طبعا، ويعني مع الوقت هتبدا بقى تظبط الدنيا دي اكتر، وتبدا تعرف مثلا ايه البيبرز اللي تبص عليها من مجرد يعني من مجرد عنوانها، تبص على العنوان تعرف هي مفيده بالنسبه لك او مش مفيده. تعرف التاريخ بتاعها هل هي ريليفنت ولا في مثلا مجالات لو هي مثلا بيبر بقى لها سنه ده كده خلاص ماتت يعني، بقت اصلا unusable. بيبر تانية ممكن في فيلد تاني يكون بيبر بقى لها مثلا 3 4 سنين وعادي خالص مفيش اي مشكله. فالفيدز برضو بتختلف في الحاجات دي، وبيبقى في سبيشال كيسز كتير ونوانسز وحاجات يعني. بس دي بس شويه جنرال تيبس اند تريكس. وده برضه على جوجل سكولر. في برضه ويب سايتس تانية زي اي كي بي نفسه ويب سايت ممكن تخش عليه، بتعمل اكونت برقم القومي بتاعك لو انت مصري، وتفتح برضه عندهم برضه سيرش انجن لطيف. في برضه حاجه اسمها سكوبس، ده برضه ممكن سيرش انجن موجود، البيبرز برضه لطيف برضه حلو. فدي كلها اوبشنز، بس جوجل سكولر هو اشهر واحد وده اللي موجود والناس كده بتستخدمه يعني. وبس كده يعني.